طبعا يا جماعة السلام عليكم. دي طريقة عمل زاوية البيوتك، طريقة سهلة خالص. حط البيوتك كده في الزاوية، بنبدأ على فوق كده وبنبدأ على تحت، تمام. وبنجيب الناحية التانية نعمل نفس الشيء. على فوق بتدينا زاوية هنا، الاتنين بيتقابلوا في زاوية واحدة هنا، تمام. حط البيوتك كده ونرجع هنا من الزاوية برضو عشان ناخدوا الزاويتين يقابلوا بعض. هوريكم تقصوها ازاي. بعد ما علمنا ادي عملوا معانا زاوية اهي، تمام. بنحط البيوتي زي ما انتوا شايفين كده بص، بنيجي عند العلامة اهو ونعمل النقطة بتاعتنا وبناخده على الزاوية ديت اهي، واضحة، تمام. بناخده على الزاوية دي. هننزل بقى نقصهم ونوريكم القص فيه يعني حاجة مهمة لازم تتعمل عشان الزاوية ما تبص منكم. هوريكم بتتقص ازاي. طبعا القص لازم يبقى بزاوية كده زي ما انتوا شايفين، بميل المنشار شوية، تمام كده. قطعنا الزاوية، هنقطع التانية برضه هكذا، هنخليه مايل نفس الميلة دي كده، تمام. لو عملناه عدل الزاوية ما تقفلش، تيجي تقفلها ما تقفلش، تمام. هنيجي نجرب. حطينا أول زاوية، نحط الزاوية التانية، تمام. ركبت اهي. طبعا بنبتدي بقى نحط السيليكون العظم، هوريه لكم برضه وانا بحط. ادي السيليكون العظم اهو يا جماعه، تمام. السيليكون العظم ده ما ينفعش السيليكون العادي، السيليكون العادي هيفك، لازم سيليكون عظم عشان يقعد يستحمل ما يبص. طبعا السيليكون العظم بتجيب معاه السدادة ديت، السدادة دي لازم تبقى في البوز، لأن لو من غيرها هينشف ويزهقك، تمام. هوريكم طبعا بنحط سيليكون ازاي، وهلزق لكم كده حتة وعشان برضه تعرفوا تلزقوها ازاي. تابعوا معايا. طبعا طريقة حط السيليكون اهي، نحط على الطرف، متحطش في النص حاجة لأن النص ما بيطولش السيليكون ولا بيطول، نحط في الطروف بس زي ما احنا شايفين اهو. حطوا كده نقط، ده سيليكون عظم، ما ينفعش سيليكون عادي، وياريت تجيبوه ابيض عشان لو حاجة ظهرت منه، انا بلاش الاسود والحاجات دي. حط في الجنب التاني اهو، ماشي. ممكن تكون بس الكاميرا مهزوزة حاجة بسيطة، بس أنا عشان التليفون بيتهز، بس عفوا يعني. طبعا بعد ما لزقنا ادي الفواصل، فاصل اهو،
وادي الزاوية اهي. ندي طبعا مسامير صغيرة اهي، المسامير دي صلب، ونديها بس لغاية اما ايه البوتك ينشف. بعد كده بتتشال وبتاخد نقطة معجون صغيرة بتقفل طبعا زي ما انتوا شايفين اهو. وادي الزاوية اهي. طريقة سهلة طبعا، يعني أي حد يعملها، بس تمشي على الخطوات اللي أنا عاملها بالظبط عشان تبقى طريقة ناجحة، يعني متطلعش بايظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.